ميزانية الجيش ملك البلد، لأن الموظف درجة 7 ولا 10 هو اللي دافعها من ضرايبه. ميزانية الجيش زي القضاء، الجيش أحسن ولا القضاء أحسن؟ الاتنين جهتين محترمتين. اشمعنى نراقب ميزانيات كل الناس ولا نراقب ميزانية حاجة من أفرعنا؟ يقول لك علشان الأسرار العسكرية. يا سلام، تضحكوا عليا؟ الأسرار العسكرية دي منشورة على النت، ومع ذلك ما يتعلق بالأسرار العسكرية أيوة لابد أن نحفظ له السرية، والبرلمان يتخذ القرار في هذا ويعمل لجنة تتعلق بهذا الأمر وترقبه. إعادة إنتاج الدولة البوليسية العسكرية مرة ثانية اللي مؤسساتها معطلة ومنقوصة الصلاحيات. برلمان ليس من حق أن يناقش موازنة أو تعرض عليه موازنة قوات مسلحة. برلمان ليس من حق أن يناقش تشريعات خاصة بالقوات المسلحة. برلمان ليس من حق أن يشكل لجنة وضع الدستور الجديد التي يمكن أن يتدخل المجلس العسكري لحلها وإعادة تشكيلها بمعرفته. القضية ليست إسلاميين وغير إسلاميين، لكن قضية كل من صنع هذه الثورة بدماء شهدائه وتضحيات هذا الشعب العظيم. هل سنبني مصر الحديثة التي حلمنا بها بعد الثورة أم سنعود لإنتاج ال60 سنة الماضية مرة ثانية؟ ما تناقش ليه دلوقتي؟ يعني لازم تناقش في مجلس الشعب، لازم تناقش طبعا. ودلوقتي احنا بينا دلوقتي احنا السلاح بتاعنا احنا بناخده منين؟ بنشتريه من كذا حته، مش من داخل من امريكا، معظمه من امريكا عن طريق طيب ما هي ميزانيه القوات المسلحه؟ لا تناقش. نتناقش بالله. خلاص احنا عايزين نبني دوله. ده غير موجود في العالم كله، في العالم بلا استثناء. يعني لو حتى الدول المستبده، الدول الدكتاتوريه مفيش فيها الكلام ده خالص. يعني يعرضوه عرض صوري حتى على مجلس الشعب. دي واحده ما بوثيقه او ادخال مواد منفره عشان اقول بتعطي الجيش سلطه فوق الشعب يعني. وانا اول واحد قلت ان هذا الكلام غير مقبول، وان الجيش جزء من السلطه التنفيذيه ويجب ان يكون جزء من السلطه التنفيذيه. الوثيقه